مساء الخير مشاهدينا الكرام، ونفتتح نشرتنا الليلة بالعنوان الأبرز: الإعلام الجزائري يشكك في ركلات الترجيح بين المغرب ونيجيريا. نتابع معكم كل التفاصيل. استهزاء كبير وراه شكوك كثيرة. لماذا شكوك؟ لأنك تشك. لماذا تشك؟ طريقة التنفيذ تشك فيها. طريقة تنفيذ من؟ في زوج شاكويزي كاين اللي موراه برينو. على اللاعبين ما يضيعوش ركلات الترجيح. لا يضيع طريقة نظن بلي حتى وممكن بالك ما وراه حتى شيء ممكن ولكن تخليك تشك. لأنه شوف خاصة اللقطة تاع برينو لما يجي يقذف قبل خطوة ولا خطوتين من الكرة ديجا بونو كان في الجهة اللي راح يسدد فيها. الحراس يونتيسيبي واظن يروح الحارس يخير الجهه ويروح قبل ما يسدد اللاعب. بونو يونتيسيبي قبل ما يتيري عيب شويه. راك تهضر وتقول لي الان بونو، هذا بونو يعني حتى المنافس كي يشوف بونو الحارس المغربي في المرمى يعني حارس كبير ومتخصص في صد ركلات الترجيح. شوف لا طريقه غريبه في صد الركله هذيك، ولكن لو تلاحظ بونو طريقه لا تكنيك تاعو في خاصه ضربه الجزاء تكنيك واحده حتى الدقيقه الاخرى باش يروح، ويدير دائما دوبل كونتاكت، يروح بلا دروات ولا غوش ويرجع، لا غوش لا دروات ويرجع، دائما يدير هكذا. واللقطتين الاولين نضب اللي دارهم ولا ماركي لا تكنيك، باسكو كاين دي فوا تروماركي لا تكنيك تاع لو تيرور، التكنيك تاع الكارديان كيفاش تعرف الضربه تاع برينو نضب اللي بلا ما دار هكذا عفسه تاعو راح ديريكت، والله بروف راح بزاف ورجع لها. هذا يبين لك باللي السيد كان ديجا على باله، بالك على باله بلي راح يطير من تما. بالك قال له تاع نيجيريا من شاء. لو كان قال لي محلل لو كان قال لي محلل اخر ربما نقول لا ما دام قال عمار عمور هنا، عمار عمور التسديده للظهير الايسر يعني ركله الجزاء هذه اللي سدها بونو. شوف بالون وراه برك مازال ما وصلش. شوف بونو وراه راه متر صح. اونكور بير لو كان تروح قبل لو تيرور تروح تطيح باش تديها. ما طاحش. انا واش انا الناس اللي راهم يشوفوا فينا باش يفهموني اكثر، لاحظوا طريقه بونو في حراسه المرمى خاصه في ضربات الجزاء، وشوفوا لازم نديروا اسقاط عليها على ضربه الجزاء تاع برينو خاصه، يعرفوا واش راني هذا ما كان. لذلك نظن باللي ضربه جزاء غريبه جدا تاع شاكويزي. نظن باللي شاكويزي بتاتر استهزأ بها بزاف، ومع غارديان يروح دقيقه الاخرى، اسمع كلامي، يروح دقيقه الاخرى في لي بينالتي، دقيقه الاخرى